بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في يوم جديد من الكورة. كلامنا كله عن الكورة. إيه، مش عارف نبدأ منين، بس ممكن. أنا بحب الرياضة العالمية جدا، فممكن نبدأ من الرياضة العالمية. إيه، تفتكروا مبابي هيروح فين؟ مبابي رايح فين؟ أنا أتوقع يعني هتبقى صفقة جامدة جدا جدا ل ريال مدريد. هي كانت الصفقة دي كانت منتظرة إن هي المفروض تكون ابتداء من السنة الجاية، لكن مبابي عمل يعني كان عايز يلعب ان هو يبقى هو مع نفسه في الموضوع، يعني ما يبقاش ياخد العقد كله ليه، ما يبقاش ياخد العقد كله من ناصر الخليفي. فاعتقد ان هو بيلعب لعبة حلوة قوي، بس ناصر الخليفي اذكى منه يعني، فهيعرضه للبيع. المشكلة دلوقتي هل فلورنتينو بريز دلوقتي يعني مستني هل يقدر يشتري امبابي دلوقتي ولا لا؟ فمش عارف هل اعمل حسابه في الموضوع دلوقتي ولا لا، بس اعتقد ان امبابي دلوقتي هو بقى قريب جدا 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 من اكتر من اي وقت ان يبقى مع ريال مدريد، ويكون يعوض كريم بنزيما كده ان شاء الله. الحاجة التانية عايزين نتكلم فيها للأسف يعني نادي الزمالك. نادي الزمالك دلوقتي يعني مش عارف، يعني حاسس ان احنا يعني احنا احنا السبب، مش حد تاني. محدش يقول لي بقى الاهلي والكلام ده، لا. اهلي منظومه كويسه ومحترمه ماشيه بنظام كويس. يا ريت احنا نتعلم منها، مش عيب على فكره يعني. لو اتعلمنا منها مش عيب أوي خالص يعني. فاتمنى ان احنا نبقى زيها يعني. مش هتكلم عن اشخاص، ومش هنتكلم عن حاجه اتقالت امبارح يعني ضحكتني بصراحه. امبارح كان بيقولك في قناه الزمالك في نجم كبير جدا 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 جاي من الاهلي للزمالك. معلش مع احترامي يعني، النجم ده يعني اكيد الاهلي مش هيرميه يعني. ده ايمن اشرف راح البنك الاهلي. ده ايمن اشرف راح البنك الاهلي. مين بقى النجم الكبير ده يعني؟ هيكون مين يعني؟ انا بصراحه انا مش عارف يعني مين هو النجم. انا مش عارف، ومش حاسس ان في اصلا نجوم، اي كلام وخلاص بصراحه بيتقال يعني. بالنسبه دلوقتي لاحمد فتوح، احمد فتوح وزيزو، عايز اقول لكم بصرف النظر عن ايه اللي بيتقال، بس احمد فتوح وزيزو لو خرجوا من الزمالك هم هيرجعوا على الاهلي. كلمه من الاخر، لو خرجوا من الزمالك هيرجعوا على الاهلي. تقول لي بقى كوبري مش كوبري؟ انت دلوقتي عايز لعيبه عايزه تحترف وعايزه لها شروط، يا باشا خليها تحترف، مفيش مشكله. خليها تحترف، قدم اعاره، ما تطلع الناس اعاره. يبقى انت كده ضامن ان هم راجعين لك تاني، وضامن ان انت داخل لك فلوس. يبقى انت طلعت الناس اعاره، فايه المشكله ان انت تعمل حاجه زي كده؟ فيعني افضل حاجه ان احنا نطلع الناس اعاره، ما نطلعش الناس بيع نهائي، لان كده كده هيرجعوا على الاهلي. يعني ده احنا الزمالك دلوقتي هو بقى الاسماعيلي بتاع سنة بدايه الالفينات. كل الكويسين هيطلعوا كباري ويو. بالنسبه لاشرف بن شرقي، اشرف بن شرقي دلوقتي هو اخوه جاي الاسبوع الجاي، هيتفاوض مع الاهلي وهيتفاوض مع بيراميدز، والزمالك طبعا ما فيهوش فلوس فمش هيتفاوض معاه اصلا يعني، للاسف. فطبعا بالنسبه للاهلي في نظام ومحطوط 1,800,000 دولار. ده اخر اللي عايز يتعاقد مع اشرف بن شرقي عشان يساوي بينه وبين معلول، عشان الاجانب ليهم ليميت محطوط سقف، مفيش حد اكتر منه. فما اعتقدش ان يعني، وطبعا هيتقال له هتيجي وتاخد بطولات وتلعب كاس عالم الانديه والنظام اللي انتوا عارفينه اللي بيتقال، وده حقهم طبعا يعني، مش هتكلم في حاجه يعني. اتمنى بس ان احنا يعني نشد حيلنا شويه في موضوع الصفقات، لان خلاص اللعيبه بكره ان شاء الله مسافره، رايحين ان شاء الله طائف عشان يبداوا البطوله العربيه. اول ماتش يوم الجمعه جاي الساعه 6 ان شاء الله. والماتش على فكره هيتذاع على قنوات اس اس سي
دي موجودة على العرب سات بس، عشان بس اللي حابب يعرف، القنوات دي موجودة على العرب سات بس، وهتتذاع عليها البطولة كلها حصر. هي مفتوحة على العرب سات، عشان اللي ما يعرفش، القناة دي مفتوحة على العرب سات، على قناة SSC. هتذيع البطولة العربية كلها، وهتبدأ من يوم الخميس. ماتشات الزمالك يوم الجمعة الساعة 6، يوم الاثنين الساعة 6. يوم الجمعة الساعة 6 هنلعب الاتحاد المنستيري، يوم الاثنين الساعة 6 هنلعب الشباب، يوم الخميس الساعة 6 هنلعب النصر، وما أدراك ما النصر، وكريستيانو رونالدو طبعا يعني، والصفقات اللي عمالة تيجي. وسمعت إن ماني خلاص النهاردة يعني قرب يوصل لنادي النصر. ف هنشوف بقى الدنيا واصلة لإيه والصفقات واصلة لإيه. بس عايز بقى إن شاء الله بإذن الله أتمنى منكم كده اللايك وسبسكرايب، وعايز منكم يعني الدعم، عايز الفيديو ده يوصل لأقصى أكتر ما يمكن. وإن شاء الله نتقابل في فيديو تاني. وقبل ما أختم بس، إن شاء الله النهاردة في نهائي كأس الرابطة بين المصري وسيراميكا. يعني هو الماتش بس النهاردة في السنة دي في الدوري الماتشين سيراميكا كسب بالتلاتة. هل المصري يرد اعتباره النهاردة ويكسب؟ هنشوف. أنا نفسي أتمنى المصري يكسب عشان نادي جماهيري، والاستاد يبقى مليان جمهور، وهيبقى تاني بطولة ليه من سنة 98. فأتمنى إن المصري يكسب. لكن أنا يعني قلبي بيقول المصري، عقلي بيقول لا، هو سيراميكا كليوباترا اللي هيكسب. كل التوفيق وكل الدعم للمصري. وبكرة برضو في ماتش مهم جدا، الأهلي وبيراميدز الساعة 8:30 في استاد الدفاع الجوي. طبعا ملوش أهمية، كده كده ده الأول وده التاني، بس برضو يعني يعتبر قمة. فالأهلي عايز يحافظ على سجله اللا هزيمة، وبيراميدز بعد ما خسر ماتشين ده خسر 3، خسر في الكاس، خسر في السوبر، خسر في الدوري الدور الأول، فده هيبقى رابع ماتش. فهل بقى هيبقى الأهلي هو عقدة بيراميدز، ولا بيراميدز هو اللي هيكسر العقدة دي؟ فعايزين نشوف القصة هتبقى ماشية ازاي بالظبط. وطبعا آخر ماتش هيبقى يوم الأربعاء الجاي، هيبقى الأهلي هيلعب المصري برضو يوم الأربعاء الجاي الساعة 8:30 في برج العرب، بعد ما المصري يلعب النهاردة إن شاء الله ماتشه مع سيراميكا كليوباترا. أتمنى التوفيق لكل الأندية، ونادي الزمالك بالتحديد طبعا. بس ربنا يسهل إن شاء الله بإذن الله. يلا، كل سنة وانتم طيبين، السلام عليكم.